اهلا بكم في حلقه جديده. حلقه النهارده مختلفه تماما لان عندنا خدعه لصدام. النهارده اول حلقه واول خدعه هنشرحها لصدام. في الحقيقه علشان اكون صريح معاكم، صدام صديق عزيز جدا عليا، فقبل ما اشرح الخدعه دي تواصلت معاه واستأذنته ان انا هشرح الخدعه دي. في الحقيقه ما كانش معترض تماما ان انا اشرح اي خدعه انا عايزها، فشكرا جدا لك يا صدام، ويتمنى الحلقه تعجبكم. حلقه فعلا واخده مجهود كبير جدا، واخده وقت كتير جدا، ان شاء الله تعجبكم وتستفادوا منها. خلونا بقى نبتدي ونشوف الخدعه بتاعتنا النهارده. صدام في البدايه طلب من الراجل اللي قصاده ان هو يختار اي ورقه من الكوتشينه. الراجل اختار فعلا ورقه عشوائيه، وبعدين قطع الورقه وحطوها اول ورقه في الكوتشينه من فوق. بس بمجرد ما مشوا علبه الكوتشينه عليها اكتشفنا ان الورقه المقطوعه اتحولت لورقه سليمه تماما. كرت سليم، تأكد. شوف كرتك. طبعا الكروت عادية، ما فيش حاجة. ودي كانت اول خدعه. خلونا نروح لتاني خدعه وهي شبيهه بالخدعه الاولى. صدام كان معاه كوتشينه لونها ازرق وطلب من الراجل ان هو يختار اي ورقه من الكوتشينه. فعلا الراجل اختار ورقه عشوائيه تماما، بس لما صدام سأله اختار اي لون من الالوان، الراجل اختار اللون الاحمر. فجأة اكتشفنا ان الورقة اللي اختارها الشخص ده هي الورقة الوحيدة اللي لونها احمر وسط الكوتشينة. اختار أي لون. أحمر. طلع لونه أحمر. مش بس كده، ده بعد ما اخدوا الورقة حطوها في وسط الكوتشينة، بمجرد بس ما مشي علبة الكوتشينة على بقية الأوراق كل كوتشينة اتحولت للون الأحمر. بنشوف أن الكروت تحولت كلها إلى اللون الأحمر. دول الخدعتين بتوعتنا النهاردة. ان شاء الله هنشرح الخدع وهنشرح طريقة صنع الجيميك اللي هنستخدمه النهاردة، فتابعونا وتابعوا الحلقة للنهاية. اجمل كومنتات ظهروا قدامكم على الشاشة ويلا بينا نبتدي. اوكي يا شباب، كل اللي احنا محتاجينه في الخدع دي هي علبة الكوتشينة دي والكارت ده. في الحقيقة ده كارت ممغمط بالشكل ده اهو. اول ما تحطه على علبه الكوتشينه بيلزق كده، استحاله طبعا يتحرك. طبعا خليك معايا هشرح لك ازاي الكارت ده بيتعمل وازاي علبه الكوتشينه دي بتتعمل بادوات بسيطه جدا هتقدر بمنتهى البساطه تعملها. خلونا بقى نبتدي ونشوف ايه الحكايه. عندنا هنا ظهره نفس ظهر بقيه الكروت، والناحيه التانية وشها زي وش الكوتشينه او زي وش علبه الكوتشينه. دلوقتي صدام كان مجهز كارتين شبه بعض، كارتين شبه بعض، نفس اللون نفس الشكل وكل حاجة. حاطط كارت وشه لفوق بالشكل ده، وحاطط الكارت الجيمك بتاعنا ده فوقيه بالشكل ده. الكارت التاني كان اول واحد كده. كده يبقى الترتيب اللي عندنا الكارت بتاعنا اول كارت، تحتيه الكارت الجيمك واللي هو الكارت الممغمط، والتاني وش لفوق بالشكل ده. دلوقتي كل اللي عمله انه قال للراجل قول ستوب في اي مكان. اي مكان الراجل كان هيقول فيه ستوب، اي مكان كان هيقول فيه ستوب كان هياخد اول كارت ويسحب بقية الكوتشينة كده. طيب مرة تانية، تقول ستوب في اي مكان، اي مكان كان هيقول فيه ستوب كان هياخد كل الكروت ما عدا اول كارت، كان هيسحبه بالشكل ده وهيديله الكارت اللي هو قال عليه. ودلوقتي الراجل هيشوف الكارت ويتخيل فعلا ان هو اختاره بارادته، وهيتبقى عندنا هنا الكارت اللي فوق هو الكارت الجيمك، وتحتيه الكارت بتاعنا اللي وشه لفوق اهو. مرة تانية هيقول ستوب في اي مكان، هياخد كل الكروت ما عدا اول كارت ويديله اول كارت بالشكل ده. دلوقتي الترتيب اللي عندنا هنا الكارت بتاعنا الجيمك وتحتيه الكارت اللي وشه لفوق اهو. دلوقتي هيطلب من الراجل انه يقطع الكارت. فعلا الراجل بيقطع الكارت عادي خالص بالشكل ده، وهيبتدوا يحطوه فوق الكروت بتاعتنا كده. وبس كده يا شباب، عندنا الكارت المقطع هنا تحتيه الكارت الجيمك. هنمشي علبة الكوتشينة بتاعتنا دي فوق الكارت كده. الكارت الجيمك بتاعنا هيلزق في الكوتشينة بالشكل ده، والكارت اللي كان وشه لفوق هيظهر عندنا هنا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان عندنا الكارت الجيمك تحتيه الكارت التاني المقطع اهو، وده الكارت الجيمك بتاعنا بالشكل ده. طيب خلونا بقى نروح لتاني خدعة.
اوكي يا شباب، وفي تاني خدعة كل عايزكم تتخيلوه ان الكوتشينة دي لونها ازرق، علبة الكوتشينة دي لونها ازرق، وان الكروت دي لونها احمر. بس تخيلوا كده بس. طبعا كلنا شفنا الورقة الجيمك بتاعتنا. هناخد بقى بقية الكوتشينة دي، هنحط فوقيها الكارت الجيمك بتاعنا كده. هنقول للراجل قول ستوب في اي مكان، وكل شوية هنوريه نفس الكارت، واللي هو هناك كان لونه ازرق. كل شوية هنقول قول ستوب في اي مكان، وهنوريه نفس الكارت علشان الراجل يتخيل ان كل الكوتشينة لونها ازرق بالشكل ده. وبعدين الراجل هيختار اي كارت، اي كارت مش مشكلة. فنفترض اختار الكارت ده. دلوقتي لسه الكارت الجيمك عندنا فوق هنا. طبعا الراجل متخيل ان كل كوتشينه لونها ازرق، فلما صدام طلب منه ان هو يختار اي لون، طبيعي كل الناس اللي هتطلب منها تختار اي لون هتختار اللون الاحمر. واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا قبل كده. والراجل اساسا كان متخيل ان الكوتشينه زرقاء، فاكيد اللون الاحمر هو اول لون هيجي على خياله. في اللحظه دي صدام وراه ان الكارت اللي هو اختاره هو الكارت الوحيد في الكوتشينه اللي لونه احمر. مش بس كده، ده كمان بعد ما اخد الكارت وحطه وسط الكوتشينه، اخد كمان الكارت الجيمك ده او العلبه الجيمك دي، مشاها على الكروت كده بالشكل ده. الكروت كلها اتحولت للون مختلف، مع ان الكروت اساسا كانت لون مختلف من البدايه، وكل اللي عندنا هنا هو كارت جيمك. اوكي يا شباب، خلونا بقى نروح ونشوف الحاجات دي اساسا بتتصنع ازاي. اوكي يا شباب، وخلونا قبل ما اروح علشان نعرف الجيمك ده بيتعمل ازاي، ما تنساش تنزل تحت وتعمل لايك جميل، واوعدك كل الحاجات اللي احنا هنحتاجها علشان نصنع الجيمك ده متوفرة عندك دلوقتي. وخلونا نشوف الحاجات اللي احنا محتاجينها. محتاجين اول حاجة هو هاند فري بايظ، اي هاند فري يكون بايظ عندك، وافتكر ان احنا متوفر عندنا كمية كبيرة جدا من الحاجات اللي زي دي. محتاجين كمان 3 مقواس حلاقة، دي مقواس حلاقة اهي، محتاجين 3 مقواس حلاقة. محتاجين كمان اي حاجة بتلزق. انا هستخدم هنا الدبل فيس علشان ظروف التصوير. انت ممكن مثلا تستخدم صمغ جاف، لحم امير، ممكن تستخدم كولا، ممكن تستخدم اي حاجة بتلزق. انا النهاردة هستخدم الدبل فيس ده. هنستخدم كمان علبتين كوتشينة يكونوا شبه بعض نفس الشكل بالظبط. وبكده انت جاهز علشان تعمل الخدعة بتاعتك. كل اللي هنعمله في الهاند فري ده ان احنا هنكسر الجزء ده اللي هي السماعة، وهنطلع منها المغناطيسات الصغيرة دي مغناطيسات صغيرة بتبقى جوه السماعة، بتبقى جوه الجزء ده من السماعة. هتكسرها وهتطلع منها المغناطيسات. كل سماعة بيبقى فيها مغناطيس واحد، احنا هنحتاج 4 مغناطيسات، يبقى انت هتحتاج سماعتين علشان كل هاند فري بيبقى فيه 2. بس كده افتكر الموضوع بسيط جدا، واكيد متوفر حواليك سماعات كتير جدا بايظه. هنجيب 4 من دول، 3 مقواس، علبتين كوتشينه فاضيه، اي حاجه بتلزق، ويلا بينا نبتدي ونشوف الحكايه بتتعمل ازاي. هتجيب ورقه كوتشينه بالشكل ده، ورقه كوتشينه عاديه خالص، يفضل انها تبقى نفس لون الكوتشينه دي. لو حابب تعملها بشكل مختلف براحتك طبعا. كل اللي هنعمله ان احنا هنفتحها جزئين علشان تبقى الجزء ده بس، يعني تبقى الظهر بس. كل الكوتشينات او معظم الكوتشينات الموجوده في السوق هي في الحقيقه كرتون، اللي فيه منها كمان البايسكل، والانواع اللي افضل من البايسكل بتبقى مصنوعه من كرتون، يعني بتبقى مصنوعه من كرتون، والكرتون ده بيبقى اكتر من طبقه. الطبقه دي بتبقى الظهر وبتبقى الوش. يعني كل اللي هتعمله ان انت هتفتح الظهر عن الوش بالشكل ده، وبكده انت بقى عندك الظهر. هتاخد الظهر ومش عايزين الوش في اي حاجة خالص. دي اول جزء. طيب نخش بقى على الجزء اللي بعديه. كل اللي هنعمله ان احنا هنبتدي نثبت المقواس بتاع الحلاقة دي في الظهر بتاعنا هنا. هناخد اول واحد هنثبته بالشكل ده، هناخد تاني واحد، هنثبته كده، وهناخد تالت واحد، هنثبته كده.
هيبقى عندنا الشكل النهائي كده، واحد بالعرض واتنين بالطول كده. طبعا على حسب حجم ورقة الكوتشينة اللي معاك، بس اعتقد ان ده الحجم العادي او الحجم المتداول اللي كلنا ممكن يبقى عندنا نفس الشكل منه. هناخد اي حاجة بتلزق بقى، عندك اي حاجة بتلزق هتلزق الامواس دي هنا بالشكل ده في الورقة دي. وخلونا نستخدم الدبل فيس ونشوف هنعمل ايه. هناخد قطعة هنقصها كده وهنبتدي نلزق. انا هلزق كده اوكي يا شباب، بعد ما خلصنا اول مرحلة ولزقنا المواس دي بالشكل ده في ورقة الكوتشينة، هنحتاج علبة كوتشينة. هناخد ظهر العلبة اللي هو الجزء ده من العلبة، الظهر بتاعها هنقطعه وبعدين نرجع نكمل. اوكي يا شباب، وده الظهر بتاعنا اللي طلع معانا في النهاية. دلوقتي كل اللي هنعمله هنجيب اي حاجة بتلزق زي ما اتفقنا، هنبتدي نلزق الجزء ده من الكوتشينة الورقة دي في الجزء ده كده بالشكل ده. خلونا بقى نشوف بتتعمل ازاي. انا زي ما قلت هستخدم دبل فيس، فخلونا نشوف. وبكده نبقى خلصنا اصعب جزء. هنجيب دي هنلزقها على الورقة بتاعتنا كده، وبكده انت جاهز علشان تعمل الخدعة بتاعتك. كل اللي هتعمله هتبتدي تقطع الجزء الزيادة ده، هتقطعه علشان يبقى مساوي للورقة الكوتشينة بتاعتنا. احنا كده جاهزين. الحاجة الغريبة ان وش الكوتشينة دي شبه ظهر الورقة، فانا مش عارف هيبقى فيه اختلاف ولا لا الصراحة. اوكي، عموما لو عندك كوتشينة مختلفة عن دي فاكيد هتلاحظ اختلاف ما بين ظهر الكرتونة وما بين وش الكارت. فخلونا نشوف. كل اللي احنا هنعمله في المرحلة دي هنبتدي نفتح علبة الكوتشينة التانية غير اللي احنا قطعناها. هنبتدي نثبت المغناطيسات بتاعتنا جوه علبة الكوتشينة من جوه هنا. برضو هنستخدم الدبل فيس. خلينا نشوف. اوكي، المغناطيسات اهي اهي، 1 2 وعندنا 2 كمان. كل اللي هنعمله هنجيب دبل فيس، هنقطع جزء صغير هنلزقه في المغناطيس بتاعنا بالشكل ده، وهنبتدي نحوش الجزء التاني ده علشان نلزق المغناطيس جوه العلبة.
اوكي يا شباب، ودلوقتي عندنا 4 مغناطيسات، عندنا مغناطيسين من قدام واتنين من ورا. خلونا بقى نروح لتاني مرحلة. هنجيب الوش بتاع الكوتشينة اللي احنا اساسا كنا قاطعينها، هناخد الجزء ده اوكي يا شباب، هناخد الجزء ده هنثبته هنا كده جوه علشان يداري المغناطيسات بتاعتنا دي. لو انت شايف ان دي حاجة مش مهمة ممكن تقفل علبة الكوتشينة كده، بس لو كنت مطمن ان الناس مش هتاخد الكوتشينة تفتحها منك. انما لو كنت شايف ان هما ممكن ياخدوا الكوتشينة يفتحوها، فهناخد الجزء ده هنغطيها كده وهنبتدي نلزق دي هنا كده، بحيث ان يبقى اللي جوه كله كأنها علبة فعلا. خلونا بقى نشوف. هنقطع حتة كمان من هنا علشان طويلة شوية، وهنبتدي نلزق. انت طبعا هتلزقها من ال4 اجناب بتاعتها هنا وهتدخلها جوه كده. انا كل اللي هعمله هلزق الجزء الامامي بس علشان الفيديو ما يبقاش طويل. اوكي يا شباب، ودلوقتي اي حد هيفتح العلبة هيبان ان هي طبيعية جدا، مفيش فيها اي حاجة، مع ان في مغناطيسات جوه بس مش مشكلة، محدش هياخد باله من اي حاجة. تاني حاجة، اللي هيمسك الكارت ده، سوري ده الكارت العادي، اللي هيمسك الكارت ده هيبان كمان انه كارت طبيعي مفيش فيه اي حاجة. بصوا بقى كده لزقت، كده لزقت، كده الجيمك بتاعنا بقي جاهز. شايفين؟ كده ورقة كوتشينة، كده جيمك بتاعنا استحالة تقع. خلوني اجربها معاكم. اوكي يا شباب، كوتشينة زرقاء اهي، هناخدها هنحط فيها ورقة الجيمك. طبعا وش الكارت بيبقى لفوق وظهر الكرتونة بيبقى لتحت بالشكل ده. طبعا انت لو بتستخدم كوتشينة بايسكل او اي كوتشينة مختلفة، يعني الوش بتاعها مختلف، هيبقى الوش مختلف عن الظهر، دي بس هيبقى اختلاف الالوان، انما الرسمة نفس الرسمة. عندنا هنا الجيمك بتاعنا نحطه من فوق. اول ما نمشي ورقة الكوتشينة او علبة الكوتشينة دي كده، الجيمك بتاعنا هيلزق فيها بالشكل ده، وهتبان ان الكوتشينة كلها اتحولت، مع ان الجيمك في الحقيقة اهو. بس كده يا سيدي، الفكرة دي ممكن تعمل بيها حاجات كتير جدا، انت بقى وشطارتك. ان شاء الله الفترة اللي جاية ممكن اديكم فكرة كمان تعملوا بيها جيمك اكتر من كده. يا رب تكون الخدعة دي عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تدعمونا بلايك وشير، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.